العلمانية المتخاصمة مع جوهر الإسلام، مع الدين الإسلامي، لن تمشي، لن تنجح في العالم العربي ولا الإسلامي. لازم يكون علمانية منفتحة. الآن يتحدثون بالأحرى عن الدولة المدنية. الدولة المدنية أكثر من العلمانية. الدولة المدنية وهي الدولة مدنية يعني للجميع، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين، من أجل حل مشكلة متدينين غير متدينين، مسلمين غير مسلمين. لأنه أيضا عندنا في العالم الإسلامي خصوصا في المشرق عندنا مثلا مسيحيين كثير مش موجود في المغرب، في سوريا، في لبنان، في مصر. فبحاجة لدولة مدنية مشان نحل هالمشكلة، تكون للجميع متساوين أمام الدولة المدنية وقوانينها، ويبقى كل واحد مؤمن بدينه، يعني الدين لله والوطن للجميع. لذلك الدولة المدنية هي تفرض ضرورة الآن في المشرق العربي وحتى في المغرب، بين الناس متدينين وناس مش متدينين، مش بالضرورة كل الناس متدينين. فالنظام العلماني المدني يقول كل متدين مواطن بالضرورة، ولكن ليس كل مواطن متدينا بالضرورة. هناك يعني نفرق ما بين المعاملات والعبادات، مجال العبادات ومجال العبادات، نفرق بين مجال يعني يكون عندنا الدين لله كما قلت والوطن للجميع. لكن الإسلام، العلمانية التي تتعارض مع الإسلام لن تنجح. وأنا ضد العلمانية المتطرفة التي تتخاصم الدين أو تكره الدين. العلمانية ينبغي أن تتصالح مع جوهر الدين. جوهر الإسلام كما قلت لك لا يتعارض لا مع العلم ولا مع العلمانية ولا مع، هو دين العقل. الإسلام بالأساس دين العقل، إذا ما فهمناه صح، إذا فهمناه صح دين العقل، وعمل حضارة كما قلت لك من أعظم حضارة في التاريخ القديم. وبالتالي الإسلام، جوهر الإسلام متصالح مع الحداثة ومع العصر ومع العقل والعلم. هذا جوهر الدين الإسلامي، جوهر الإيمان الإسلامي، وإلا لما أنتجنا كل الحضارة اللي ذكرتها لك سابقا. أساطين العلم، علماء الفلك، علماء الجبر، علماء الهندسة، علماء الرياضيات، الفلاسفة، كانوا أساتذة أوروبا في ظل الحضارة الإسلامية، في ظل الإسلام، ولكن الإسلام مفهوما في جوهره يعني بشكل صحيح. يعني الإسلام، القرآن الكريم والإسلام كدين للعقل، والقرآن الكريم كثير يحدد ذلك. لا، العلة ليست لا في الدين، لا في القرآن ولا في الإسلام إطلاقا. العلة في فهمنا الغلط الخاطئ الضيق للإسلام الانغلاقي اللي كما قلت لك حصل في عصر الإحطاط.